يا بنتي أنا محتاسة، كل مرة اشتري رز بسمتي يطلع مش مظبوط، يا ينشف يا إما يعجن. هو انتي بتشتريه ازاي اصلا؟ لازم تبصي على كذا حاجة قبل ما تختاري. زي ايه يعني؟ انا بروح امسك الكيس وخلاص. لا يا منى بصي، اول حاجة لازم الحبة تكون طويلة ولونه ما يبقاش ابيض قوي ولا غامق، بيكون لونه ذهبي وريحته عطرية خفيفة. بجد؟ هي ريحة بتفرق في النوع؟ اه طبعا. افتحي الكيس وخدي نفس، لو لقيتي ريحة طبيعية كده وشبه المكسرات يبقى ممتاز، بس لو ريحة صناعية أو مش مريحة اهربي. طب النوع مش كله اسمه بسمتي؟ لا في أنواع كتير، بس أحسنهم اللي مزروع في الهند وباكستان وتايلاند، وخاصة بقى لو لقيتي اللي اسمه 1121 جولدن سيلا، هو أفضل نوع تشتريه، ولو عليه ختم الجودة يبقى تمام. وكمان خدي بالك من مدة التخزين، كل ما كانت أطول كل ما طلع أحسن في الطبخ، وكل ده مش هتلاقيه غير في أرز ضيوفي. يا بنتي انتي موسوعة. اتعلمت من التجارب، وأحسن نوع استخدمته أرز ضيوفي، يجنن شكله وطعمه وريحته تفتح النفس. قوليلي عليه بسرعة عشان ناوي يطبخ بكرة كبسة باللحمة. هبعتهولك دلوقتي، وتأكدي انك تغسليه كويس وتنقعيه نص ساعة قبل ما تطبخيه. حبيتك. ضيوفي تستاهل الخير.